ما يوم نتوانا، ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي حكاوي بنات. مني أنا شخصيا مقدمة البرنامج هنا فؤاد الجبرتي. أحييكم وسلم على كل مستمعاتي الجميلات في كل أنحاء العالم، من كل من يستمعني من هذه المنصة ومن هذا البرنامج خاصة. كلكم حياكم، أهلا وسهلا بكم. طبعا بناتي حبيباتي، اليوم حلقتنا مميزة جدا جدا، نتكلم فيها عن أنا والمجتمع، كيف أنت مع مجتمعك. طبعا الحلقة الماضية كانت أنا والعائلة، والحمد لله لقت صدى كبير جدا جدا. الجميع تفاعل معها طبعا، وكما كانت في الحلقات اللي قبلها، ولكن يعني هنا وصلتني مشاركة من إحدى المستمعات تقول أن أدوار الأشخاص في العائلة عميق جدا ومهم جدا، وأن لكل دور في العائلة أو شخصية في العائلة لها دور مهم. فالعم والخال لهم أدوار مهمة، أيضا العمات والخالات والجد والجدة. فهنا إذا كان العم والخال ما يقدرون مثلا أو ما يلقون موضوع مناسب أو أسلوب مناسب يتلاقون، أو وقت حتى يمكن مع الأبناء، فهنا يجي دور الأم والأب في لقاء هذا الوقت. تقول للأخت اللي ذكرت لي الموقف الجميل، تقول بالنسبة لي عدم وجود العم وهجرة الخلان كانت بالنسبة لي سببت فراغ كبير جدا لأولادي، فكان لهم يعني أثر كبير عليهم. فبنتي لما تبحث عن لعبة أو شيء تقني أو أي حاجة يرسل لها خالها الشرح والصور، ويشاركها في معلوماته ويشجعها طبعا بحسب خبرته. فتقول هذا الموضوع كان له أثر كبير كبير جدا بالنسبة لبنتي، ودعم فيها عملية التوازن أيضا بشكل خفيف. فعلا يا حبيباتي بناتي، وأيضا مستمعين الكرام الآباء والأبناء اللي يسمعوني، الخالات والعمات، الأمهات، من جميع الفئات أنا أتكلم في هذا البرنامج. أوكي هو برنامج خاص للبنات، لكن أنا أخاطب فيها جميع شرائح المجتمع بكل أدواركم، بكل أدوارك. أنت أب، أخ، أخت مثلا، أنت عمة، خالة، ممكن جارة، صديقة، بكل أدوارك أنا أخاطبكم بهذا البرنامج لكل فئات المجتمع بكل أدواركم، كيف نتعامل مع هذول الفئة وهذه المرحلة السنية. فعلا أدوار الخيلان أو العائلة في الأبناء كبير جدا، وله أثر عميق عميق جدا في شخصياتهم وبنائها، وأيضا بناء أفكارهم وتصوراتهم الواضحة كيف تكون في المستقبل. الآن هو في مرحلة بناء شخصيته، في مرحلة بناء أفكاره، في مرحلة بناء المبادئ حقته اللي يمشي عليها في حياته. فهنا يتعلم من الأب والأم والأسرة الصغيرة، ثم الأسرة الكبيرة اللي هي العائلة. بعدين ننتقل لخطوتنا الثالثة، واللي هي اللي نتكلم عنها في حلقة اليوم، اللي هم المجتمع. دور المجتمع مع المراهق والمراهقة، وين نحن كمجتمع معاهم، ايش نحن نساند فيه بناتنا، ايش نحن اللي كيف، او مثلا كيف نحن نتعامل مع هذه الفئة في مجتمعاتنا. الآن حبيباتي بناتي، أنتوا لما تطلعون خلاص نحن طلعنا من بوتقة العائلة الصغيرة، كيف لما أنا أطلع لمجتمع كبير، سواء كان هذا المجتمع كان مناسبة، كانت عزيمة، طلعت جيران، ممكن احتفال، ممكن مهرجان، أي من هذه الحيثيات اللي تكون بشكل أكبر وبشكل موسع، ومع والتقاء مع جميع فئات العمرية في مجتمعنا خاصة، والمجتمعات الأخرى عامة. أنا كيف أتعامل معها؟ إن شاء الله في حلقتنا اليوم بنتكلم عن هذه الأمور. حديثي الآن لجميع من يسمعني للمجتمع بشكل عام وبشكل خاص. كلامي الآن معك، أنت الحين لما تشوف مراهق أو مراهقة، أنت لازم أول حاجة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، أنك أنت تحترم هذا الشخص. هو ترى مو طفل، الآن لا تتعامل معاه كطفل، هذا مو طفل، خلاص هو تحدى مرحلة الطفولة.
ابتعد عنها، خلاص كبر الآن وبدأ يدخل في مرحلة الشباب ومرحلة البلوغ، وفي مراحل كثيرة يتغير عليها. والآن هنا عندنا مرحلة جديدة ينتقل ليها، لازم أنت تكون واعي لهذا الشيء وتعرف تتواصل معهم. إذا أنت ما تعرف تتواصل معهم لا تتواصل معهم بطريقة خاطئة، فاحجم عن الكلام يكون أفضل. حاول تتواصل معهم بشكل صحيح مثل ما قلت لكم، إذا ما تقدر السكوت أفضل. نحترمهم ونحترم خصوصياتهم، يعني ما نقتحم عليهم، مثلا إن إحنا شايفين جالسين مجموعة وتجي تقتحم عليهم خصوصيتهم، لا ما يصلح. هو الأفضل إنه هو يجي يعزمك، هذا البنوتة أو الشاب يعزمكم لاجتماعهم، أو مثلا إيش رأيك تجي نسمع منك وكذا، يحبون يسمعون منك كبالغ كشخص واعي فاهم، ويستفيدون من خبراتك. وهذا نحن نبي نبنيه في فتياتنا وأبنائنا بشكل عام. الحديث العام إنه كيف نحن نتعامل كمجتمع مع المراهقين وما نهمشهم طبعا وما نعتبرهم أطفال، ونحترمهم ونحترم خصوصياتهم، وهذا شيء خاص جدا. حتى لما نحن كلامي للأمهات الآن، لما تروحي مناسبة وتشوفين بنات يعني بنات جاراتك أو بنات يعني، لا تعلقين على لبسهم، لا تعلقين على شكلهم، لا تعلقين إيه كبرتي وسويتي وما كانهم، نحن نعرف إنهم كبروا وحلو أو مثلا. بس مثلا إذا شفتيها مثلا تغيرت عليك تغيير جذري، أقعد تغيرت عملت، حبيبتي يعني لا تبالغي، لا تبالغي أيتها الأم العزيزة، أيتها الصديقة الجارة، أي من هذه الأدوار كنت تمثلينها، لا تبالغي في ردة الفعل. حب قابل البنت بحفاوة واستقبال جميل، بحيث ان هي حتى تذكرك بالخير، انه والله خالتي فلانة لما شافتني استقبلتني استقبال جميل، قالت لي كلام طيب، ذكرتني بشكل جميل. كل اطفالنا وبناتنا يتغيرون. لا انت يوم كنت صغيرة كنت تطلع الفضايح، الان تطلع نشرة على قولتهم تنشر الغسيل وتقول انت كنتي وانت كنتي وتسوي، وتكون هي عمري مثلا جالسة مع صحباتها وما يعرفون هذه السوابق، وتطلع المعلومات يعني ممكن يعني تحرجها وتقع البنت في حرج شديد. يعني ممكن انها ما تحب انه هذول اصدقائها يعرفوا عنها هذه المعلومات، فانت تجي يعني على قولتهم خربتي البرستيج بتاع البنت، خربتيه. ما يصلح يا ماما حبيبتي. التزمي يعني التزمي بقوانين الاتيكيت والآداب، ابتعدي يعني كل البعد انك انت تجرحي البنت بشكل او باخر او تأذيها بشكل او باخر. قابلي البنت بشكل جميل، مثلا اشكري الله حبيبتي كبرتي اتغيرتي، ايش هالجمال ما عرفتك والله، يعني خلي كلماتك لطيفة عليها، خلي يعني لقائك لطيف محبب على قلبها، لما تصير تشوفك مرة ثانية هي بنفسها تقبل تحب تسلم عليكي، مو تحاول انها تنفر منك. يوجد هذا الخالة تقعد تتكلم تقعد مدري ايه، يا ربي شلون انحاش منها، او مثلا تحاول تتهرب منك قد ما قد تقدر. ها كيف حالك يا ماما؟ الحمد لله طيبة مثلا. اهم شيء تصرفك يعني بأي طريقة، حاول تبعد عنك وتبعد عن طريقك، حاول انها تكون بعيدة كل البعد عنك، لانها تعرف طريقة اسئلتك طريقة حوارك. ممكن انت مثلا من الناس اللي يحققون ها وش سوت ماما، ها وكيف ابوكي وكيف اخوانك، وهذا راح للمدرسة سوى كذا ومدري ايه، تطلع نشرة الاخبار. طب يا ماما معلش يعني انا مالي في ده كله، هذا حوارك بيني وبين ماما، انا مش بينك وبيني. لا تخلطون حواراتكم مع الكبار، يعني مثلا مع الام والاب بحوارات الصغار. يعني حتى انتوا الاباء لما ها ابوك سوى كذا، قال لك عمك كذا ما ادري ايه، انا مالي في ده كله، انا مالي دعوه يا جماعه، انا مالي يعني مالي اي خص في الموضوع. انت اسالني عني انا شخصيا، مثلا عن اهتماماتي عن دراستي ايش وصلت. ممكن احيانا تكون الاسئله بطريقه يعني نحن نسميها لقافه، تمام، تكون بطريقه فضوليه ما محببه للنفس اصلا. وش تسوين وش مدري إيه. لا لا لا، يعني خلي طريقة طرحك للسؤال لبق جدا، يعني تنقوا كلماتكم. هذا مو بس مع الصغار، حتى مع الكبار وحتى مع الأطفال. انتقوا كلماتكم، اعرف كيف تتكلم الكلمة، مو ترمي الكلمة تدبها دب يعني خلاص بس تكلموا بس، لا ما يصلح. فكر قبل ما تتكلم. انتوا تطلبون دائما من أطفالكم وصغاركم انهم يفكرون قبل ما يتكلموا معكم في طريقة الحوار طبعا، او بطريقة الطلب، او بطريقة يعني اي شيء يبغونه منكم. دائما نقول يفكر قبل ما يتكلم. حتى لما يجي يحكي مع اصحابه او مثلا مع عمامه او في المجتمعات الكبيرة، فكر قبل ما تتكلم. طب انت وين دورك من التفكير؟ هو صدقني اللي انت تنصحه دائما حيكتسب من اسلوبك، دائما حيحاول يتعلم منك انت شخصيا. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما لما كان
يحب يعلم الصحابة، وكان يحب يعلمهم في الدين. دائما كان يطبق الأشياء. إذا كان الصلاة كان يطبق الصلاة قدامهم عشان يتعلمون كيفية الصلاة. الوضوء أيضا كيفية الوضوء. أي شيء، حتى العمرة، في أداء العمرة وأداء الحج، أي شيء فيها تعليم الطرق أو وسائل، أو حتى في المهارات، كيفية مهارة مثلا أنه كيف إذا أنت غضبت كيف تتحمل، إذا كيف كان يوصي الصحابة إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. هذه الأمور وهذه المهارات كلها اللي كان يحاول يعلمهم إياها، يحفظهم الأحاديث ويذكر لهم الخيرات، ويذكر هذه كلها إيش؟ كلها من باب التعليم، باب القدوة. لو تذكرون أنتم في إحدى الأعوام كان في صلح الحديبية، عندما أمرهم بأنهم خلاص يحلون العمرة، ما حد استجاب إلى ما أن دخل على زوجته وأشارت عليه زوجته إحدى زوجاته بأن إيش؟ أنه هو يبدأ بالفعل هذا فيتبعه كل صحابته رضوان الله عليهم وصلى الله على رسولنا الكريم. ففعلا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ هو بالحلق وتحلل من العمرة، فتبعه كل الصحابة حتى كادوا أنه يعني كل واحد يطير رأس أخيه من كثر ما أنهم يتسابقون حتى يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله. أيضا ولنا في رسولنا أسوة، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا نحن نتعلم منه ونتعلم من تعاليم ديننا وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نحن نتعامل مع المجتمع. ما قد سمعنا حتى لما الشاب لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه الشاب، ما نهره، ما زجره، ما كهره، لا، تعامل معه بأسلوب تعليمي بسيط جدا جدا. كانت فيها مهارات عدة، يعني لو نجي نألف فيها كتب حتطلع مجلدات، مش حتطلع يعني حاجة بسيطة فعلا. فالله الله ببناتنا، لما تجون تستقبلوا البنات استقبلوهم بجميل الكلمات. لا تجي تحققي معاها يا حبيبتي، يا ماما، يا خالة، يا عمة، يا جارة، يا صديقة، يا أي واحدة إن شاء الله تكوني مرة وتجي تسأليها ها إيش سويتوا إيش عملت. ما أسأليها أسئلة عامة، كيف حالكم، أموركم طيبين، الحمد لله، تمام. هذه الأمور العامة السطحية فعلا. عزيزاتي، مثل ما قلت لكم انتقوا الكلمات. أيضا لما تجي تشوفينهم مثلا بنات مجتمعات لا تقتحمين خصوصيتهم، مثل ما أنا قلت في البداية، خليهم في حالهم، ألقي عليهم فقط السلام من بعيد. إذا هم يحبون إنك تجلسي معهم هم بيعزمونك بنفسهم، أبدا لا يعني تصيري فضولية وتجلسي معهم كذا بس أجلس معاكم وخلاص. بالنسبة أيضا لا تقارنينهم ببنات ثانيين، ليه ما تسوون زي بنات فلانة، ليه أنتم ما تدرسون كذا، وتبدين تلقين عليهم جام من النصائح والكلمات وتقوليهم وتعطيهم أفكار وتعطيهم مشاريع، وهم أصلا ما طلبوا منك أي سؤال أو أي مثلا نصيحة أو أي حتى أصلا مثلا أنك تدلين برأيك، يعني هم أصلا مو محتاجينه. فحبيبتي أنت لا تعلقين على هذه الأشياء. أيضا لا تعلقين على ملابسهم. أنت شيء ما عجبك ممكن أنت شفتيه مثلا هل هو منكر، يعني ما يرضي الله ورسوله، ممكن تاخذين هذه البنت على جنب وتنصحينها لله، تمام. لكن مو تنصحي كل البنات وش هالملابس وش انتوا كيف وان احنا ما ادري وعندنا عادات. نحن اول حاجه عندنا رضا الله سبحانه وتعالى، ما في شيء اسمه عادات وتقاليد ونحن ما ادري وبناتنا ما يلبس وبناتنا ما يقولوا، لا 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 ابدا. هذه القاعده بعدين يعني نشأت، لكن الاساس نحن نتبع في ديننا الاسلامي ان نحن نتبع ما قاله الله ورسوله في كيفية الملابس، التستر، الاحتشام، هذه كلها هذه الأمور عندنا قاعدات واضحة في ديننا الإسلامي، وهذا اللي نحن نتبعه. فأنت حبيبتي تنصحين الفتاة المقصرة أنك بما ترين، وإذا أنت كان عندك أسلوب، إذا أنت تعرفين نفسك والله ما عندك أسلوب، ممكن ترسلي لها أحد أو برسالة لطيفة مثلا أن إيش رأيك تروحين تنصحينها، أن مثلا أنا شفت عليها مخالفة شرعية فأنا ودي إني يعني أنصحها بطريقة مناسبة بحيث إن البنت تتنبه لهذا الشيء لعلها ما تعرف الحكم الشرعي. يعني هذا هو المطلوب، إنك أنت تنصحينها بطريقة جميلة، بطريقة ظريفة. وهذا الله سبحانه وتعالى اللي أمرنا إياه، الأمر بالمعروف. الأمر يأتي بالمعروف مو بالمنكر أبدا، ولا هو بالغصب ولا هو أمر بمعروف. يعني قارن الله سبحانه وتعالى أو ربط بينهم أمر بمعروف ونهي. طيب
النهي عن المنكر. يعني انت شفتي منكر هنا تنهين عنه، انه هذا يا بنات مثلا منكر، انت شفتيهم على منكر فتنهين عنه. اذا كان كلهم واقعين فيه، فحاولي انك انت تدخلين على المجموعه بطريقه لطيفه، بطريقه جميله جدا. بعد ما مثلا تدخليهم تكسبيهم كذا، ممكن تنصحينهم انه ايش رايكم في اللي تسوونه، انتم من يعرف هذا الحكم، من يساعدني انا، والله اني مثلا انا شاكه في الموضوع. او تشوفي اسمعيهم، لعل يمكن هم عندهم افكار، لانهم يعرفون ان هم مقصرين ويقولوا لك اي والله صح الله يهدينا وكذا. يعني يتنبهوا للنقطه هذه، فيعني يحاولون انه ايش، انه مثلا يعني بيستحون انه ما عاد يقعون في هذا الموضوع باذن الله، او يحاولون تركه باذن واحد احد. ان شاء الله الحين بس نطلع فاصل ونرجع، بعد الفاصل نكمل باذن الله كيف نتكلم مع بناتنا، وكيف باذن الله نتواصل معهم. ايضا بناتي حبيباتي، كيف تتواصلون مع المجتمع، كيف نتعامل معهم. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام، مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة. وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل في حلقة اليوم، أنا والمجتمع. طبعا مثل ما نبهت أمهاتي حبيباتي بكيفية التواصل مع البنات، كيف إذا أنت شفتيهم واقعين سواء على خطأ، أو مثلا ودك أنك تنصحيهم في أمر ما، طريقة النصح معاهم وطريقة التداخل معاهم. أيضا حبيباتي أنا قلت لكم كيف طريقة توجيه الأسئلة. طبعا أنا لما أعرف البنت وأعرفها من هذا، لا يعني تقولي تغيرتي علي، كبرتي، مثل هذه الأمور أيضا نبهت عليها. أيضا كمان نبهتكم على أن كيف أن ما تكون فعلا أسئلتك فضولية، خليكي خفيفة على النفس، لطيفة ظريفة معاهم، بحيث أنهم هم يتقبلونك دائما، يعني دائما تكونين الإنسانة الجميلة اللي يذكرونك بخير. أيضا حبيباتي هذه نصيحة لكل الأمهات، لكل الخالات، لكل يعني من دائما تمثل، يعني هو عموما هذه نصيحة عامة يعني تناسب هذه الفئة وتناسب جميع الفئات، حتى الأطفال تناسب أيضا فئات الكبار. إذا استقبلتي أحد استقبليه استقبال جميل، استقبليه استقبال جيد. يعني مثلا أنا لما أجي أشوفك يا هلا والله، هلا بالزين كله، هلا هلا نورتي، أهلا وسهلا، عاش من شافك، وش هالنور وش هالجمال، نورتي بيتنا، من هالأمور. والله أنت شفتيها مثلا مناسبة أو في مكان عام، والله تو ما نور المكان، تو ما زان، أهلا بالناس الحلوة، هلا بالناس الطيبة. هذه الأمور دائما تخليكي قريبة من النفس، تخليكي إنسانة جميلة جدا، وكل يعني يحترمك ويذكرك بالخير. عكس لما أحد يشوفك
في مكان آخر وأنت مثلا أهلا السلام عليكم كيف حالكم طيبين أيوة إيش أخباركم والله أيوة أهلا وسهلا أيوة والله شفتي بدل يعني إنه وينكم والدنيا غايبين والله الدنيا وش نسوي مشاغل والله العيال والله ما أدري يعني شفتوا الرتم البارد هذا أيوة في ناس كذا أصلا هو رتمه كذا بارد يعني ما أعرف يعني. فأنتوا أي شخصية تفضلون الشخصية اللي دائما يا هلا ونورتوا ولا أيوة أهلا وسهلا أيوة أي صح أي واحد تفضلون؟ أنا عن نفسي أفضل الشخصية الأولى اللي يهش ويبش فيني وشوي يشيلني من الأرض شيء يعني حتى لو بالكلام الكلمة الطيبة صدقة يعني هو بياخذ أجر على هذه الكلمات الجميلة بياخذ أجر على ابتسامته يعني تخيلوا ابتسامة وكلمة طيبة يا سلام جمع كم أجر. أيضا إدخال السرور على الآخرين أنا لما أجي أستقبلك بهالاستقبال تدخلين السرور على نفسي ولا لا؟ بيدخل السرور على نفسي. فتخيلوا أنت لما تستقبلين هذه البنات الفئة هاي بهذا الاستقبال وش يكون شعورهم؟ انك انت اعطيتيها قيمة وقدر كبير اعطيتيها احترام كبير فهي بتحس انه الان انه انا شيء حاجة كبيرة يعني. ولا كيف الاستقبال هذا؟ فهمتوا شلون لما واحد يهش وبش كأنك تستقبليها كأنه رئيس وزراء بالضبط. الاهتمام الحفاوة طريقة التعامل هذه كلها لها أثر في النفس. فتخيلوا مع هذه البنات تخيلي بعد فترة تجي تقول أهلين يا خالتي هي بتحرص إنها تيجي تسلم عليكي تجي لو مثلا أنتم في مكان عام في مناسبة في أي مكان تجيك إن شاء الله من مثلا لو في قاعة حتى مناسبة حتجيكي من آخر القاعة وتجي تحرص إنها تسلم عليكي لأنك دائما تستقبليها باستقبال جميل ومفعم بالحيوية ومفعم بالحب والحنان. فهي حتحاول دائما تجي عشان تاخذ هالحب والحنان منك دائما حتجي عشان تاخذ الاستقبال الجميل منك. فأنت كوني هذا الشيء كوني حبيبتي عزيزتي الأم عزيزتي الخالة عزيزتي الصديقة الجارة كوني هذا الإنسان أصلا اللي أي أحد يحبه يعني أي أحد يذكره بالخير والله ابتسامتها جميلة والله استقبالها حلو دائما ما شاء الله عليها مبتسمة ودائما ما شاء الله عليها تستقبل الناس بطريقة رائعة. ومن هذه الأمور يعني دائما خلي لك أثر طيب وذكر طيب نحن دائما ودنا يكون لنا أثر طيب تمام خلي هذا من الآثار الطيبة عنك يذكرونك بكل خير. فتخيلي أنت المتأثرين على هذه الفئة أصلا الصغيرة يعني تجيكي بعد فترة لما تكبر تذكرين خالتي لما تستقبليني كذا الله والله مرة كان يأثر فيني وأشكرك وتجي وتشكرك وتقول لك أنت أثرتي فيني وأنا أحبك في الله والله صدقوني بيفرح قلبك بشكل مو طبيعي. يعني مثلا الحين أنت حتى الصغار لما يجي يعني أنا أذكر الجدات وكانوا مثلا عمات والخالات الكبار يعني حتى لما كنا نعرفهم جيراننا وكذا دائما كانوا يحطون في حلويات في شنطتهم. طبعا هذا العادة انقطعت تقريبا دائما يحطون حلويات في شنطهم. فلما يجوا الأطفال ويبدوا يوزعوا الحلويات فكانوا يحبون هذه الخالة أو الجدة أو أي واحدة من الشخصيات اللي تيجي هذه عشان الحلاوة اللي تيجي في المناسبة فيذكرها حتى هو كبير كانت دائما تعطينا حلاوة تمام. مهما كان الأثر الطيب ومهما كان ضئيلا وصغيرا صدقوني يبقى في النفس ويبقى أثره ويكون لك الذكر الطيب والدعاء بالخير دائما بسبب هذا العمل اللي كنتي تعملينه وبإذن الله تكون أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. أيضا حبيباتي لما نجي نشوف بنات تيجي واحدة من البنات تيجي تقول لك والله مثلا أنا الحين أستاذ هلا والله أستاذ هلا أنت أثرتي فيني وأنا أحبك في الله يمكن هذه أصلا ما شافتني إلا مرة أو مرتين وهي صغيرة وفي مناسبة بس سبحان الله لعل بطريقة أو بأخرى تركت فيها أثر. فتجيني بعد فترة بعد ما كبرت يعني صارت بنوتة عسل زي القمر كذا تيجي تقول تذكرين وأنا صغيرة يوم كنت تعملين كذا وكنت تلعبين كنت تقولين كنت تسوين. فكان يعني يبقى لي أنا أثر جميل يعني كذا وأنبسط يعني أنا ما توقعت إن مثلا يكون لهم أثر وبعد يعني بعد حين. أيضا مثلا لما أكون في مناسبة عامة أو مثلا أكون في الجالية الإريترية أو كنت في أي مكان مع المجتمع الإريتري وكانوا معي أطفال صغار فلما أشوفهم في مرحلة الشباب كذا ومرحلة المتوسطة والثانوية يقولون تذكرين لما كنا أطفال وكنت تعملين كذا تذكرين مع أني أنا كنت أيضا يعني معاهم بس برضو يعني سبحان الله إلا ما يكون لك أثر. فدايما كوني فعالة في أي مجتمع أنت تكوني موجودة فيه خلي يكون لك أثر طيب خلي يكون لك سمعة حلوة بينهم يكون لك ذكر دعاء في ظهر الغيب يقال عنك سبحان الله ذكر طيب يذكر ليك يعني وتكون رفعة بإذن الله في درجاتك يوم الدين. أيضا حبيباتي بناتي خلصنا من الأمهات الحلوات إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من هذه النصائح
طبعا هي نصايح كثيرة، بس صدقوني جدا جدا مهمة في التعامل معاهم. يعني حتى مثلا انت لما، يعني انا نسيت حاجة مهمة، اللي هي لو شفتي على بنت غلط، يعني او مثلا هم في كذا مثلا بنات او مثلا سمعتي، مو حتى شفتي، سمعتي وتروحي تقولي قالوا عن بنت فلان وقالوا عن بنت علان. طب ليه حبيبتي، ليه كذا يا ماما؟ خلي الخلق للخالق، انت مالك دخل. معليش مع احترامي الشديد لك هذا، بس هذا ابدا ما لك اي علاقه فيه. بنت فلان ايش سوت، بنت علان ايش قالت، بنت علان ايش لبست، هذا مو معناه انت تنقل الخبر وتصيرين انت محطه الاخبار وتصيرين وتيجي تقولي والله انا سمعت بنت فلان كم زي لهم، كم زي تبهلوه، كم زي سمعناه. طب انت شفتي؟ لا والله يلومني، من يوم يلومني سب يلومني. طيب ليه كذا؟ يعني ليه تنقلين الخبر؟ طيب اصلا ليش تنقلين الخبر اصلا انت لا انت متاكده ولا شفتي ولا هذا، واصلا هذا الخبر مش مفيد. طيب انا اقول لكم، انت مثلا نقلتي هذا الخبر، ايش استفدتي؟ سؤال، ايش استفدتي لما نقلتي عن بنت فلان او بنت علان والاخبار هذه قالوا وقلنا وسمعنا وسمعتوا وشفتوا، ايش استفدتي؟ ايش الخبر المهم اللي انت نقلتيه؟ مجرد انك انت نقلتي فكرة سيئة ونقلتي سمعة سيئة واسأتي لهذه الاسرة بطريقة ما. هذا هو الشيء الوحيد فقط. يعني انت الحقت الضرر، يعني بصريح العبارة انت قاعد تلحق الضرر بهذا البنت، وهذا منهي عنه عندنا في ديننا في الاسلام. انتوا لو ترجعوا للدين شرعا منهي عنه، ما يصلح نحن ننقل. لا تقعون في الغيبة والنميمة يا جماعة، الغيبة والنميمة من أعظم الكبائر عندنا والموبقات عندنا في الدين، ابتعدوا عنها، نبعد عنها. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر فيها سورة كاملة، ويل لكل همزة لمزة. نبتعد عن هذه الأشياء تماما، ابتعدي عنها. لا، حتى إذا شفتي أنت بعينك غمض عيونك، أنت شيء ما تقدرين تغيرينه ادعي لهم. أنت تقدرين تغيرينها، تنصحينها بلسانك، انصحيها لهذا البنت حبيبتي، هذا البنت ما هذا يا ماما ما يصلح، وأبوك وأمك، وتذكري لها هذه الأمور إذا كانت هي واقعة في أمر خاطئ أو أمر في معصية الله سبحانه وتعالى. انصحيها، تمام، انصحيها فيما بينكم أنتوا الاثنين، انصحيها بطريقة حسنة. يعني لا تنقلين عنها فكرة سيئة ويعرفون ان هذه فلانة هي تتكلم عن الناس. يعني خلاص معروف مثلا نحن عندنا في المجتمع، هذه خالة، هذه اللي قدامها لا تسوي شيء، ترى هي دائما من النوع اللي يتكلم قدام الناس، معروف. نحن حتى البنات، هذه الخالة جت، انتبهوا بنات، ترى هذه دائما تتكلم عن البنات، مع انه يكون عندها بنات بس هي ما تشوف بناتها، تشوف بنات الناس. هذا مصيبة جدا، يعني شائعة في مجتمعنا، مصيبة كبيرة. مالك دخل في بنات الناس، خليكي في بناتك، ربي بناتك، اهتمي في بناتك، مالك دخل في بنت ولا. حتى لو كانوا مثلا يعني من أهل الأقارب انصحيهم، حاولي تواصلي مع الأم ما تسمع، البنات ما يسمعوا، أنت أديتي الواجب حقك، أنت نصحتيهم، نصحتي البنات، نصحتي الأم، وجهتيهم لما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، وانت كذا امرتي بالمعروف، انت كذا عداك العيب على قولتها بالعربي، خلاص وصلت الرسالة. تمام، الآن عندك الخطوة الثانية اللي هي ايش؟ مالك الا الدعاء، الله يهديهم، الله يصلحهم، يعني اللهم ردهم اليك ردا جميلا، يتركون هذا المعاصي ان شاء الله والذنوب هذه ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الامور. بس مالك الا الدعاء، اضعف الايمان، ادعي لهم، نحن ندعي لهم حبيباتي، بناتي، امهاتي العزيزات الغاليات، ادعوا لهم. لا تنقلي، لا مثلا يعني لا تقولين والله بنت فلانة وكذا، ومثلا انت شفتيها وتجي تخلينها على قولتهم ما استيبون، تصير السالفة بنت فلان سوت وبنت علان قالت، ويجونها ما تجي نفس اللي قالت، لا تجيها واحدة ثانية، ترى سمعنا عن بنتك قالوا عنها كذا، وام فلان قالت عنها كذا، وانها سمعت من ناس. يعني شفتوا التدرجات، انه ناس عن ناس عن ناس، بعدين يوصل للام او الاب او العائلة الكريمة، العمة، الخالة، وهذا ترى وصلنا عن بنتكم ترى هالكلام. طب ليه حبيبتي أصلا؟ ليش تتكلمين أصلا فيها؟ مثل ما أرجع وأقول لكم، هذه الأمور دعوا الخلق للخالق. وعندنا نحن أصلا حديث نبوي شريف، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا أمر واضح واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني في دين الإسلام، من حسن إسلام المرء، يعني ما قال إيمان إحسان، من إسلام، يعني من أشياء لما هو يكون مسلم من حسن الإسلام تركك ما لا يعنيك، ما لا يعنيك أبدا، تتركه. هذا ما يخصك، مو من أمورك الخاصة، مو من أولوياتك ولا اهتماماتك ولا أي حاجة، تتركه تماما، ابتعد عنه، خلاص. أنت مالك إلا إذا أنت والله هذا مثل ما قلنا لك أمر يغضب الله سبحانه وتعالى، أو مثلا وقع في معصية، مالك إلا نصيحة. وعندنا نحن 3
أمور أو تدرجات في النصيحة. اللي تقدر تغيره بيدك تغيره، اللي ما تقدر تغيره بيدك تغيره بلسانك، ما قدرت تغيره بلسانك تغيره بإيش؟ بالدعاء، وهو أضعف الإيمان. هنا دي نصيحة في الإيمان لو لاحظت، لأن الدين النصيحة. تمام، نحن في ديننا من أساسيات الدين التناصح، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهذا اللي ربي فضل أمة محمد عليه على كل الأمم السابقة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إذا ذهب هذا الموضوع أصلا ذهب الدين كله، يعني خلاص، سبحان الله. فننتبه أخواتي الفاضلات، حبيباتي عزيزاتي أمهاتي الكريمات لهذه الأمور، لا تقعوا فيها، ابتعدوا عنها كل البعد مثل ما نصحتكم. لا تتكلمون عن بنات الناس، مالك دخل إذا شفتي عليها مثلا لبس معين ما عجبك أنت شخصيا، والله يعني أذواق الناس تختلف، لكن إذا كان مثل ما قلت لكم إذا كانت في معصية وكذا لا، ممكن تنصحين البنت. إذا كانوا واقعين بنات مجموعة في منكر ما، ممكن تدخلين عليهم بطريقة لطيفة تنصحينها. المهم إنك تلقين أسلوب حوار جميل تقدرين تتحاورين معاهم. دعي التفاخر والتكابر والتكبر عليهم، وانك انت تعرفين انزلي لمستواهم حبيبتي، وتكلمي معهم باسلوبهم. اسمعي منهم، اسمعي منهم قبل ما تتكلمين. حاولي انك انت تسمعي منهم الاول، شوفي هم ايش رايهم، شوفي هم ايش يقولوا لك. ربما انت يمكن تغيري رايك اذا كان هو الموضوع عادي يعني قابل للنقاش، ممكن انت اللي تغيري رايك لما تسمعي منهم، فيأثر الموضوع من وجهة نظر اخر. يعني لما على قولتهم لما تشوفين من زاوية ثانية، عندك مثلا الحين كاسة لما تشوفيها من جهة، نحن نقلب فيها من كل الجهات عشان نشوفها من كل الجهات، صح؟ هو نفس الشيء الموضوع ايضا، انت شفتيه من زاوية معينة او من جهة معينة لك الوجه، الحين اقلبيه على ظهره يمكن تشوفينه من موضوع اخر او بزاوية اخرى. تمام، وهي الفكرة في هذا الشيء حبيباتي امهاتي العزيزات. الحين بناتي الحلوين، كيف نتعامل مع المجتمع الكبير؟ كيف نتعامل برا نطاق الأسرة؟ إيش الأسلوب المناسب مع الكبار والصغار؟ هذه الأمور كلها حنتكلم الحين عليها حبيباتي، اسمعوني كويس. طبعا حبيباتي نسمع رسائلكم. طبعا أنا وصلتني رسائل في هذا المجال وهذا السؤال إن أنا والمجتمع. في بنات تقول لي أنا تواجهني وتزعجني في المجتمع العنصرية. والله هي كتبت لي إياها بهالكلام بالضبط، وأنا في بنات كثير كلموني بهالشكل. أنا ماني عارفة إيش العنصرية اللي قاعد يواجهوها بصراحة، أشكلت علي، بس فعلا في مجتمعنا عنصرية كبيرة جدا جدا، طبعا بمختلف المستويات والفروقات. يعني الله يعيننا على التفكير اللي ما زال متواجد، وإن شاء الله بإذن الله نحاول نغير هذا التفكير وهذا المعتقدات. في مشكلة ثانية اجتماعية، واحدة من البنات كتبت لي إياها، تقول وزالت اللي هي مثل ما قلت لكم العنصرية. ما أدري ليش كل البنات متفقين على العنصرية. هذه بنت ثانية تقول طبعا لما كنت تقول في الصفوف الأولية، طبعا هذه شكلها في المدرسة، في الصفوف الأولية كان الأطفال وحتى المعلمات ما يهتموا بجنسيتك أو أصلك، بس مع التنقل للصفوف الأكبر صار أول شيء أتسأل عنه حتى قبل اسمي هو جنسيتي. المشكلة هو إن كثير من الطالبات والمعلمات لما يسألوني أجاوبهم إني أنا إريترية، كانوا يقولون إنهم ما قد سمعوا بهالبلد وكأني غريبة أو مختلفة عن البقية، ويستمرون بسؤالي عن طريقة نطق هالبلد بشكل صحيح. وفي مرة يعني في مرات في أحد الصفوف كانت عندها مسابقة للقراءة، المعلمة كانت تعرف أنها تحب القراءة كثير وكانت تبغى تشترك في المسابقة، بس بسبب أنها يعني بسبب جنسيتها أنها إريترية قررت أنها وليست سعودية، فقررت أنها ما تشاركها في هالمسابقة. طبعا إحنا نعرف الأولوية لابن البلد في أي مكان، طبعا في البلد اللي هي ذكرها طبعا ما في أجانب يشتركوا، فهذه كانت مشكلة لكل الفئات مو بس لنا يعني كإريتريين خاصة. أكمل لكم رسالتها، تقول بدل مني اختارت لي صديقتي وكنت في مرحلة ما بديت أزيف جنسيتي من كثر ما العنصرية اللي أنا أواجهها، حتى أني في مرحلة ما خلاص ما صرت أقول إني أنا إريترية عشان ما أتحاشى كم الأسئلة الهائلة اللي تجيني واللي أضطر إني أجاوبها بسبب جنسيتي. لكن الحمد لله الآن تخطيت هذه المشكلة تماما، وصرت ما أهتم للأسئلة اللي راح تجي، وبالعكس أجاوب عليها بكل فخر وأعاتب السائل لجهله. فهنا هذه ميزة يعني.
واحدة من بناتي حبيباتي قالت لي في رسالتها صوتية تقول إني أنا أنزعج من الحريم أو الخالات، سواء يعني قريبات لأمي أو اللي بعيدين عنها. تقول لأنه مثلا يجوا يعلقوا على شخصيتي، على شكلي، والله سمنتي، والله نحفتي، لبسك ليش قايل كذا، أنت ليش عاملة كذا، ليش شعرك كذا. تقول لو مثلا حتى لبس عبايتي لو شافوني مثلا بطرحة، مرة ثانية لو شافوني من غير طرحة، ليش المرة هذه من غير طرحة، ايش فيك انت تركتيها. تقول يعني كمية الانتقاد اللي انا اسمعه جدا جدا كبير، صرت ما يعني اتحاشى انه انا ما ابغى اشوفهم اصلا. وتقول يعني اوكي هم ممكن يحبوني مصلحتي ويحبون امي، او لو حتى ما يحبوني بس يحبون يتكلمون. تقول لكن الامر جدا مزعج، يعني ليش يسوون كذا. تقول هي تساؤلها، تقول ليش هم يسوون كذا، يعني ليش يحبون دائما يسيئون للشخص اللي قدامهم. وأيضا يعني تقول ليش يعني بدون يحشون عن البنت. يعني تقول في مثلا مثال، يعني تقول مثلا جو ضيوف لأمها، تمام، في أشياء هي تقدمها وهي تسويها، في أشياء مثلا ما تسويها الأم اللي تسويها، فيبدوا يتكلموا عن البنت إن الأم يعني البنت ما تساعد أمها، وإن البنت ما أدري إيش، وإن الأم دلعتها ومن هذه الأمور. تقول ليش كذا يعني أنا مستغربة. تقول إنهم يحشوا ويتكلموا عني بهالأسلوب السيء. يعني أنا أنتوا إيش شفتوا مني عشان تتكلمون كذا؟ من وين تعرفوني؟ تقول حتى لو كنا مثلا في مجتمع، يعني تقول مش بس مجتمعنا هذا، كل المجتمعات طبعا عامة، لكن تقول مثلا أنا مع صحباتي أو مع فئة، هذه الفئة مثلا معروف عنها بسلوك مثلا معين غلط، أنا يمكن ما أعرف إلا واحدة منهم. تقول فجأة أشوف أنا اسمي مذكور مع هذه المجموعة، طب أنا ما أعرفهم أصلا، يعني يمكن أنا أعرف واحدة منهم وهي اللي يمكن مرة واحدة وجلست معها، لكن ليش أنا يشملوني في الكلام؟ تقول ففي أخطاء كثيرة دائما ينقلون عنها بشكل سيء جدا. تقول هذا اللي يزعجني في المجتمع. فبناتي حبيباتي مساكين منزعجين، كل الأمور المذكورة سلبية للأسف، ما في شيء إيجابي اللي هم لاقينه مع المجتمع واللي هم يتعاملون معه. فهذه كمان يعني إشكالية كبيرة جدا، لأن يعني تخيلوا أن هم مو عارفين يتعايشون معاكي، بكرة لما يجي يكبروا البنات كيف حيتعايشوا مع المجتمع اللي يتعامل معهم بهذا الأسلوب؟ هم إيش الأفكار والانطباعات اللي حتطلع؟ يعني أنتوا فاهمين معي، أنتوا مركزين وواعيين للشيء هذا. بكرة هي إن شاء الله بكرة لما يصير عندها أطفال وتصير أم وكذا، أو يعني ربة منزل وزوجة وكذا، كيف حتتعامل؟ يعني لسه في حماتها ويعني حيصيرون وعندها أخوات الزوج وعندها في مجتمع أكبر، في يعني وبعدين يعني كيف حيتعاملوا بناتنا مع هذا المجتمع السقيم اللي هو يعني مؤذي بصراحة لشخصياتهم، محجم لتطلعاتهم. في بنات ما شاء الله مبدعات، هذول البنات اللي هي حاطة أذن من طين وأذن من عجين، ما عليها، وأهلها نفس الشيء، ما عليهم يقولون بنتكم سوت، بنتكم عملت، أبدا ما لهم دخل. أهم شيء ما يغضب الله ولا رسوله، وهي ماشية في صح يعني طريق صحيح وكذا، ومتبعة حلمها، متبعة شغفها، ما عليها ضرر، ما عليها غبار. مهما تكلموا الناس بيتكلمون عنك في كل الأحوال، نحن عارفين رضا الناس غاية لا تدرك. فأنت عشان لا يتكلمون على بنتك تجي تمنعينها من أشياء، فهذا الغلط على الأم، هنا العتب على الأم. أنت يعني بتمشين بكلام فلانة وعلانة، ما يصلح حبيبتي. أنت بتربين بنتك على الناس يعني، ولا يعني أنت وين شخصيتك؟ وينك أنت يعني في التربية؟ أنت بإيش تفكرين؟ لازم تعرفين بنتك إيش تحب، إيش تكره، إيش مواهبها، إيش الأمور اللي هي تحبها. لا تقحمينها في شيء. مثلا إن يكون في اجتماع أمهات ومثلا جديدين، يعني زي اللي نحن مثلا انتقلنا من أي بلد لبلد آخر، طيب، وتبغين تتعرفين على المجتمع بحيث إنه يصير فيه صحبات لبناتك أو أولادك وإلى آخره. تجين تاخذين بنتك غصبا عنها للاجتماع، ما راح تتجاوب معاكي أبدا. مثلا تسمعين في كورس معين وتجبري بنتك إنها تدخل عشان كل بنات المجموعة دخلت، ما راح تستفيد أبدا، نهائي ما راح تستفيد، لأنك أنت أجبرتيها. ما راح تستفيد من هذا العلم. والأم تحس بها شطارة إنه لا أنا بنتي تسمع الكلام، وهي غاصبتها، لا هي تسمع الكلام ولا هو يحزنون. البنت صح إنها دخلت رضا أمها ورضا والدين، لكن أنت اللي أجبرتيها، أنت اللي غصبتيها. طب ليش حبيبتي تغصبيها؟ هي لو حابة الشيء هي حتحب تدخله. أنت حاولي تتكلمي معاها مع بنتك بلطف، وحاولي تتفاهم معاها. بناتي حبيباتي، المجتمع مختلف بكل المراحل، عندك الكبار الصغار، عندكم المتعلم الجاهل، اللي جاي من قرية غير اللي جاي من المدينة. دائما
احرصي شوفي مع مين تتكلمين، إيش مرجعيتها، الخالة اللي قدامك هذه هل هي متعلمة مش متعلمة، هل هي كبيرة في السن هل مش كبيرة، هل عندها يعني مثلا بنات وأولاد وزي كذا يعني مرة في هذه الأمور ولا لا هي بعيدة عنها كل البعد. ترى يا بنات هذا يأثر جدا على حواركم وعلى طريقة الكلام وأيضا على الأسلوب. أنت حتعرفي تتعاملي معاها. إذا أنت ما تعرفين تتعاملي معها أو ما تعرفين أصلا عنها أي شيء، خلوكم رسميين. السلام عليكم يا خالة، كيف حالكم؟ طيبين طيبين الحمد لله الحمد لله. الأسئلة اللي تسألكم أسئلة جوهرية والعائلة وأنتوا إيش تسوون كذا، هذه الأسئلة ما تجاوبين عليها لأنها ما لها دخل. تمام؟ طبعا ما تقدرين تقوليها مالك دخل كذا، طبعا تعتبر وقاحة. لكن أنت وش تسوين؟ يكون أسلوبك معاها أسلوب اللي ما أعرف، والله ما ممكن تسألي ماما، ماما تدري أكثر، بابا يعرف أكثر، ومن هذه الأمور، بحيث أنك أنت تكونين لبقة في الحوار معاها بدون ما تقولي لا لا كذا بصريح العبارة، تردين عليها رد لبق رد مؤدب، ويكون أسلوبك واضح معاها بشكل واعي. وتشوف هي خليكي واثقة من نفسك، يعني لا تنهزي. حتى لو مثلا علقت على لبسك، علقت على شكلك، انت سمنتي، انت مدري ايش، اضحكي وابتسمي في وجهها عادي جدا. خلوكم واثقين من انفسكم، خليكي انت واثقة من نفسك في شكلك في لبسك. علقت على نمط معين ابدا ولا تحطي في بالك، وعلى قولتهم يا جبل ما يهزك ريح ابدا نهائي. خليكي واثقة على ايش انت مقدمة. انت خلاص انت شايفة نفسك قبل ما تطلعين في المراية، يعني شايفة لبسك محتشم ومحترم. طبعا انا ما قاعدة اقول على الملابس اللي تكون مخلة، لا انا اتكلم عن اللبس اللي يكون محتشم كبنت مسلمة، تمام، كفتيات مسلمات محتشمات. سيبوكم من الامور المخلة واللي هي الخارجة عن المألوف او الموضة او الاشياء الفاشن هذه، لا 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 انا ما اتكلم عنها، انا اتكلم عن اللبس الستايل المحتشم المسلم العادي. تمام؟ فأنت واثقة من لبسك، واثقة من نفسك، واثقة من شخصيتك أبدا. مهما علقت مهما تكلمت خليكي واثقة وردي رد لبق، أبدا ما تتواقحي أبدا، يعني لا تردي عليها برد وقح، لا تردي عليها بقلة أدب أبدا، ولا تردي بفوقية. مهما كان هي كبيرة لها احترامها، مهما كانت هي كانت إنسانة مش مهذبة، كانت إنسانة يعني مثلا خلنا يعني بلاش هذا، يعني إنسانة ما هي يعني لها في الاحترام أو كذا، لها في هذا الجانب، أنت خليكي محترمة. تمام؟ أنت اللي خليكي مهذبة، أنت اللي خليكي دائما الكويسة. سيبيكي دائما المسيء هو مسيء لنفسه، المحسن محسن لنفسه ولغيره. تمام؟ يكون الإحسان لك ولغيرك، لكن المسيء مسيء لنفسه. صح إنه بيأذيك كإنسانة، أكيد إنك تتأثرين بكلامها الجارح، لكن خليكي قوية وشخصيتك واثقة من نفسك، وأبدا ردي عليها برد لبق جدا وعادي جدا، وخلي عينك في عينها عادي. خالة مدشان لو مثلا يعني ممكن انها تتلفظ عليك بلفظ سيء، او ممكن في بعضهم يسبونك عادي، ترى الموضوع يعني في بعضها يعني تقول واي انت يعني ممكن تتلفظ عليك بلفظ يعني مش كويس، عادي بنات مشوها ولا تردي عليها وعادي يعني. بعدين ممكن ترجعي لماما وتبلغيها بالامر اللي حصل وتتواصلي مع أمك. طبعا في أشياء ما يحب أذنك إياها، بس إنك تبلغيها لماما من باب العلم بالشيء. يعني في أمهات ممكن تسوي مشكلة، لكن في أمهات عاقلات ما شاء الله عليهم متفهمات، حتيجي تشرح لك الموقف، تيجي تشرح لك الوضع، أو مثلا تقول لك لا معلش ماما عشان هي مثلا هم من كذا وهم مرجعهم كذا، أو مثلا هي متعودة على كذا، فتبدأ ماما تشرح لك هي الحرمة هذه على إيش مبدأها أو إيش مرجعها أو على إيش تعودت أو إيش تربت. هذه الأمور كلها ترى تأثر على الشخصيات وتأثر على أسلوب الشخص دائما. فحبيباتي بناتي مثل ما قلت لكم، أسلوبك اتيكيتك هذا دائما، احترامك لنفسك، احترامك للآخرين، خليكي واثقة، خليكي مستمعة جيدة. دائما الأسئلة ردي عليها بإجابات قصيرة. لما أحد يسألك أهلين كيف حالك، الحمد لله طيبين طيبين، خليكي جدا يعني مع هذا بالذات مع الناس المجهولين. الناس اللي تعرفيهم وقريبات لأمك قريبات كذا مو مشكلة تسولفي معاهم
السواليف العادية الحلوة المرحة عن الحياة، عن المدرسة، صحباتك، الستايل مثلا معين، والله في نزل شيء جديد في السوق، يعني في أشياء كثيرة، مواضيع عديدة جدا جدا. برنامج مثلا نزل جديد على الجوالات، ابليكيشن جديد، تطبيق معين، تقدرون تتناقشون في أمور عديدة جدا جدا، خاصة إذا كانت هذه الإنسانة قريبة لكم وتعرفوها وتعرفكم كويس، فهنا تفرق معاكم كثير. تمام. مثلا معلمتك اللي تتواصلي معاها ترى يفرق حبيباتي مع مين تتناقشين، مع مين تتحاورين، في أمور كثيرة تفرق في هذه المواضيع وتعاملك مع المجتمع. زي ما قلت لكم، أنت لما تتعاملين مع الكبار غير لما تتعاملين مع الصغار. الكبار يكونوا حساسين شوي، أيضا يكون يعني مثلا أي موضوع تعرضين هم يحسبونك إنه ممكن أنت تستهي فيهم أو إنك أنت مقلل احترامهم، لا، فبينينهم لا، إنك أنت تحترميهم ولهم كامل الاحترام ولهم كامل الأحقية ولهم كامل الأولوية. صدقوني حيحطوكم فوق راسهم وحتحترمك، وهي كبيرة بتقول لها هذه البنت عاقلة والبنت شاطرة والبنت محترمة، وحتسمع عنك كلام طيب أنت عمرك ما سمعتي، وأيضا حترفعي راس ماما وبابا، وأيضا حتكوني أنت فخورة بنفسك أصلا. يعني سيبوكم من هذه الأمور كلها، أنت حتكوني فخورة بنفسك لأنك أرضيت الله سبحانه وتعالى أولا، وأرضيتي وكسبتي أيضا رضا والدينك، وأيضا أحسنتي إلى الناس. فهذه الأمور كلها أنت بها كسبتي أجر ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي احنا نسعى له دائما، نحن نحسن أخلاقنا، ودائما نحن نسعى للأفضل، ودائما نحن نسعى لرضا الله سبحانه وتعالى، وأيضا إرضاء والدينا، وأيضا نحاول نحسن لمن هم حوالينا دوما. حبيباتي بناتي، أنا تقريبا وصلت لآخر اللقاء، جدا شاكرة لكم استماعكم الجميل. أتمنى حلقة اليوم استفدتوا منها وعجبتكم، أتمنى الأشياء اللي قلت لكم لياها تنتبهوا لها في طريقة التعامل مع المجتمع ومع اللي حواليكم، وأيضا لأمهاتي الجميلات أتمنى أنكم فعلا تنتبهون لما وجهتكم فيه في التعامل مع البنات، وأيضا لجميع شرائح المجتمع الكبار والصغار، الآباء والأمهات، لكل من يسمعني، حاولوا أنك أنتوا تتلطفوا في التعامل مع الآخرين مهما كان عمره، مهما كان سنه، مهما كان مرجعيته، خليك دائما أنت أحسن. أراكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله مع حكاوي بنات. الدعوة للأخلاق نهر عذب رقراق، حنا لدعوتنا نبذل لها ونشتاق، نبذل لها ونشتاق. والله يرعانا ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا. قناتنا جوهد نلقاها في الموعد، بتنور اليوتيوب، ومن جنيها نحصد، من جنيها نحصد. والله يرعانا، والله يوم نتوانا، ما يوم نتوانا، في الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا، الجنة ملقانا، في الجنة ملقانا.